مزيد من الإمدادات في معركة لا تلوح لها نهاية قريبة في أفق الموصل. إنها جبهة جديدة من الشمال الغربي للمدينة فتحتها القوات العراقية بعد تعذر التقدم من المحاور الجنوبية، لكن الطريق من هنا لا يقل وعورا، فالتنظيم أعد نفسه على نحو لافت للتصدي للهجوم. التقدم بطيء جدا وكلف القوات العراقية خسائر ملحوظة تتحفظ على نشرها. هذه هي الهرمان، جبهة جديدة فتحتها القوات العراقية وتحديدا فرقة الرد السريع لاختراق تحصينات ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية هنا من الشمال إلى الموصل، ولكن في المقابل دفاعات شديدة جدا بالعربات المفخخة والقناصة وكل أنواع الرد إذا صد من تبقى من مقاتلي التنظيم للقوات العراقية. هذه إحدى السيارات المفخخة التي استهدف بها التنظيم بعض العربات المصفحة. ينجح الطيران الحربي في استهدافها أحيانا، لكن ليس دائما، وهو ما يعيق تقدم القوات داخل هذا الحي إلى اليوم. هذه القطعة تابعة إلى فرقة الرد السريع البطلة، حيث استطاعت الفرقة يوم أمس بكسر خطوط الصد التابعة للعدو داعش الإرهابي وعبر الخندق والاستيلاء على المجمع السكني الكائن في بداية منطقة الهرمات، وحيث قامت الفرقة بتثبيت قواعد نار لإسناد القطاعات الداخلة داخل منطقة الهرمات. احنا حاليا ما نقدر نوقف هنا أكثر، يعني لأن أكو لحد الآن موجود رمي وقنص للعدو. لم يسمح لفريق BBC بالتقدم أكثر من هذه النقطة، فالمكان خطر يقول الرائد حسين. ليس بعيدا عن خط الصد تقدم هذه القوات الأمريكية معلومات استخباراتية عن مواقع التنظيم لضربها جوا. لا يوجد أي قوة أمريكية على الأرض، القوات التي تقاتل على الأرض قوات عراقية بحتة. الجانب الأمريكي فقط استشارات جوية. رغم انهيار دفاعات التنظيم على مشارف حي الهرمات، لا تزال المعركة صعبة داخل الحي، وهو ما يبرر القصف المكثف بالمدفعية والهاون الذي تتعرض له مختلف مناطق الهرمات. الأهداف مثلا يعني معامل تفخيخ، عجلة مفخخة راكنة على شارع أو ما شابه ذلك، أو أشخاص أو غناص ماخذ بناية مسوي مزغل وصاير بالبناية، فنبدي نعالج هاي الأهداف المهمة. لكن يخشى أن تتكرر حوادث قتل المدنيين العالقين داخل هذه الأحياء نتيجة القصف. استطاع المئات منهم الهرب خلال اليومين الماضيين، لكن الآلاف لا زالوا عالقين. تجمع أجهزة الاستخبارات العراقية الفارين هنا قبل أن تسمح بنقلهم لأماكن آمنة خشية تسلل عناصر التنظيم بينهم. أطفال ونساء ومسنون استغلوا فتح بعض الممرات عن طريق القوات العراقية للهرب. فقد هذا المسن شقيقته إثر القصف الذي تعرض له منزله قبل أن يغادر بساعات. مثنى والله مثنى، هاي 3 سنين موتوني والله راح جوع وحرمانه من كل شيء، من كل شيء حرمانه، من الطب ومن المواد الغذائية، و3 سنين هذا مثل ما قال قضيناها على أعصابنا، وفوقها يذبحون اللي يطلع راسه يذبح. قصص مرعبة يرويها الفارون من جحيم هذه الحرب. صار لنا 3 أيام بدون أكل، محصورين بالهرمات، وهاي عندي حالتي أختي عندها شلل وتلف بالدماغ، أكو خبرة يم الشغل، ينزلون يجيبون مي من الخبرة ويشربون مي، خبز صغار هيك خبز، يعني ما عندنا لا أكل لا كل شيء، وهاي حالتنا. مع نهاية اليوم توقف وصول المدنيين الفارين من الهرمات. هذه آخر عائلة تستطيع الخروج اليوم من حي الهرمات. كما فهمنا تنظيم الدولة الإسلامية منع من تبقى من سكان الحي من الخروج. السلام ورحمة الله.
مرحبا، الحمد لله على السلامة. الله يبارك فيك. كيف كان الوضع؟ كيف اليوم؟ والله الحمد لله، بس عبرنا اليوم جاي زين الوضع، ماكو شيء. كيف كان تعامل القوات العراقية؟ والله ماكو شيء، عبرونا الحمد لله، ماكو شيء. يشكل المدنيون العالقون في الموصل والذين يقدر تعدادهم بمئات الآلاف أكبر تحد يواجه القوات العراقية. تعول القوات العراقية بقوة على اختراق تحصينات التنظيم لإخراج المدنيين وحصاره في البلدة القديمة. سألت اللواء ثامر الحسيني قائد قوات الرد السريع عن أسباب بطء التقدم عند المحور الشمالي للموصل. أحاول عرقل تقدم القطاعات بأكثر من 30 عجلة مفخخة باتجاهنا، إضافة إلى العشرات من العبوات الناسفة. اليوم كان 5 عجلات مفخخة إضافة إلى شفل مفخخ. الحمد لله جميعا تم تفجيرهن. الحقيقة المعركة هي معركة مفخخات وعبوات إضافة إلى مفارز القناصين. تقديراتكم لأعداد من تبقى؟ يعني أعتقد أنه ما يتجاوز 1500 بين محلي وأجنبي. هل سيتم فتح ممر لخروج من تبقى من هؤلاء المقاتلين؟ أعتقد يعني لا ممر آمن ولا أمان لداعش. لن يخرج أحد إن شاء الله، لن يخرج أحد من داعش إن شاء الله، رغم ما سيفرضه ذلك من صعوبة. لا بالعكس، احنا يعني مصممين، وتوجيه السيد القائد العام للقوات المسلحة احنا لا مفاوضات مع داعش. ان شاء الله لن يخرج احد من داعش حيا. إصرار يقابل بإصرار ممن تبقى من التنظيم على القتال حتى الرمق الأخير في معركة لا يبدو أن الطريق لنهايتها بات قريبا، كما كانت أعلنت الحكومة العراقية قبل أيام. فراس كيلاني، BBC من شمال الموصل.